السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. والنهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، وتدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الأحمر، وتدوسي على كلمة الكل وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. طبعا الفيديو اللي فات اخر فيديو نزلته كان عملت لكم روتين، اول روتين في غرفة الاطفال. وطبعا كنت لسه عاملة الروتين، وطلعت بقى بعدها على طول صورت برضو وجبت الملايات اللي انا غيرتها للسرير، وقلت اشغل الغسالة واحط الهدوم واطلع انشرهم فوق على السطوح واشوف الطيور بالمرة. زي ما انتم شايفين كده الغرفة اترتبت، وخدت الملايات وخدت الهدوم الداخلية بتاعت الأولاد طبعا علشان بيكون بيضة، وقلت أشغل عليهم الغسالة بالمرة قبل ما اليوم يضيع مني. طبعا أنا كنت بادئة الروتين كله من أول اليوم علشان أخلص من كل حاجة، من الغسيل ومن الترويق ومن الطبيخ ومن كله في وقت واحد. طبعا النشاط بيجيب نشاط والكسل بيجيب كسل، فلو قمتي شغلت الغسالة هتعملي معاها الأكل، هتروقي معاها الغرفة، غرفة نومك، غرفة الأطفال، هتجيبي كله في وقت واحد. زي ما انتم شايفين كده حطيت الملايات، وزي ما قلت لكم انا فرشت ملايات تانية علشان انا الدفايات في الشقة بتاعتي. اللي ما شافش الفيديوهات يروح يشوفها، وان شاء الله تعجبكم كده، وخشوا وشوفوا واعملوا جولة في البيت الجديد وجولة في الشقة بتاعتي، هتعجبكم جدا جدا جدا. وقولوا لي البيت احلى ولا الشقة بتاعتي القديمة؟ يعني هي مش قديمة، هي جديدة الحمد لله. وقولوا لي رأيكم ايه، وانهي مكان مرتاحين ليه ومرتاحين للروتينات فيه. زي ما شفتوا كده يا حبايبي حطيت الدورة بتاعتي، وهخرج بقى اشوف انا هعمل ايه تاني، وارجع تاني اشيل الهدوم واطلع بقى انشرهم فوق السطوح. زي ما قلت لكم يا حبايبي، يا ريت تحطوا لي اللايك وتشيروا الفيديو وتتابعوا الفيديو من اوله لاخره علشان تكملوا معايا الساعات واكمل الشروط بتاعه القناة. علشان طبعا السنة الجديدة بيقولوا ان هما هيلغوا الساعات اللي حصلت قبل كده، الساعات اللي انا عملتها في السنين اللي عدت. فتابعوا الفيديو للاخر علشان نعلى كده ونكمل الشروط بإذن الله. ان شاء الله انتوا قدها وقدود وتعملوها باذن الله. فشجعوني كده وكتروا من اللايكات وشيروا الفيديو لاصدقائكم، واعملوا لي احلى تعليقات كده علشان الفيديو يترفع واكمل الشروط. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا انشر الملايات والاكياس بتاعت الخدديات والحاجات البيضة، الهدوم البيضة يعني. وبدأت ان انا برضو ادخل لجوه كده علشان انشر بقية الهدوم معايا، واخلي الملايات كلها هي اللي ظاهرة ناحية الشارع وناحية اللي ماشيين يعني على السكة، علشان لو بدأت ان انا احط هدوم داخلية يكون متدارية جوه جوه الملايات او المفارش او ورا المفارش. فبدأت ان انا احط كل حاجة قصيرة ورا كده. طبعا لو هي على بلكونة هنشر القصير قدام والطويل ورا، زي ما كنت بصور ليكو وانا في الشقة. وبدأت بقى احط البناطيل الناحية دي لوحدهم، كل البناطيل جنب بعض في اخر الحبال. طبعا الحبال ديت من اللي هي استلس، بس للأسف احنا لما جينا البيت كان مصدية، فان شاء الله كده نغيرها لانها بتطبع في الهدوم البيضة بالذات. الفستان القط ده كل شوية بنت تطلعهولي وتقولي عايزة البسه، ورغم الشتا بتقولي عايزة البسه وتلبسه فوق الهدوم اللي هي بكم. فربنا يخليهم يا رب ويطول في عمرهم يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب احنا وانتوا اجمعين ان شاء الله، ويخلي لنا اولادنا جميعا يا رب. زي ما انتوا شايفين كده طبعا البناطيل الشتا. طبعا يا حبايبي كلنا عارفين ان الشتا رخم في الغسيل واللبس. شايفين انا كنت لما غسيل وبنشر تاني هدوم، والسبت كان فيه لسه برضو هدوم عايزة تتطبق. فربنا يعيننا اجمعين يا رب. يعني انا بكون طالعة انشر
وبلم الهدوم في نفس الوقت، ألم الهدوم من على الحبل وأحطهم كده على جنب زي ما انتوا شفتوا، وأنشر الهدوم، وبيكون عندي هدوم لسه عايزة تتطبق تاني، وهدوم ممكن يكون لسه فيه هدوم في الغسالة تاني برضو. فالحمد لله الهدوم دول يعني قلت احط الهدوم تتغسل مع الملايات. هم مش كانوا شوية هدوم بسيطة، فقلت اغسلهم بالمرة، كذا فلينة داخلية كده وكذا غيار. فالحمد لله. طبعا كلنا عارفين ان الشتاء رخم في الغسيل وفي اللبس، وبيكون الهدوم تقيلة جدا على الحبل وصعب تنشفها وكده، فالله يكون في عون اللي عندهم الغسالة العادية، بتطلع عينهم الصراحة، وبتاخد وقت انها تنشف الهدوم على الحبل. فالحمد لله يا حبايبي، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. الغسالة بتطلع لي الهدوم يا دوب تشم الهوا والشمسة كده، وانزلهم على طول، بس انا بسيبهم لما الشمسة تنشفهم ويكونوا مقرمشوا كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، خلصت كمية الهدوم اللي معايا ونشرتها كلها، واهو طبعا الحبال ما خدتش معايا، فبدأت ان انا احط الفلاين الصغيرة خالص او التيشيرتات الصغيرة خالص فوق الملايات. طبعا الملايات بتنشف في ثانية، فحطيت عليها الحاجات الصغيرة اللي سهلة التنشيف، ونشرت طبعا البناطيل جنب بعض زي ما انتم شايفين كده الحمد لله. وطبعا الحبال لما بيكون في المكان ده بتخلي الهدوم رايحة جاية مع الهوا بقى، فبتنشف معاكي في ثانية، وما بتخافيش بقى انها تقع في الشارع، تقع عند جارتك، لا لو وقعت طبعا انا بمشبكهم حلو، وان وقعت بتقع على السقف. فالحمد لله هنا اشوف البط بتاعي، وقلت بما اني ماسكه التليفون وبصور اصور ليكم، بس الصراحه كان ابني هو اللي بيصور، واعذروني لو كان التليفون بيتهز منه او كده. طبعا هو اللي كان بيصورني وانا بنشر الهدوم، فدخلت قلت بما اني معايا التليفون اصور لكم البط بتاعي بعد ما طلعته فوق، واحط له العلف بتاعه، واحط له الميه يشرب، لان دي روح وما ينفعش ان احنا نتاخر عنها. فزي ما انتوا شايفين حطيت له العلف، وهغير الميه ديت، هاخد شويه الميه ديت اكبها كده في جنب، واحط الميه يكون نظيفه معايا. سيبكوا شويه مع صوت البط وارجع لكم تاني. هات الميه. زي ما شفتوا كده يا حبايبي، طبعا شطفت العلبة اللي كان فيها المية وحطيت لهم مية نظيفة، وسبتهم ياكلوا كده. وحوريكوا بقى الغرفة اللي احنا عملناها ليهم علشان يبيتوا فيها. طبعا احنا كنا عاملين الحمام الصغير، ورجعنا تاني شلنا الحاجات اللي احنا عرشنا بيها الحمام وحطيناهم على الحمام الكبير اللي فوق برضو، علشان يكون واسع عليهم شوية. زي ما انتوا شايفين هي دي الغرفة او الحمام، المفروض يكون حمام عرشناها وحطينا عليها باب كده قديم، وحطينا برضو الباب ده على الغرفة ديت، بحيث لو نقلناهم، لو طلعناهم شوية هنا وشوية الناحية التانية في المكان اللي هم فيه، يكون الباب ده موجود عليهم. او لو انا طلعت الفراخ ما تطرش يعني من على السقف، فالباب ده بيقفل عليهم وبيحمي البط ان هو يفضل في المكان ده، او لو انا طلعته على مكان تاني يكون برضو في نفس المكان التاني. ده تاني يوم جبته في المكان ده، طبعا علشان ادي فرصة للمكان اللي هو كان فيه ان المية اللي فيه تنشف، الشمس تنشفها والمكان يكون حلو. وطبعا انتوا عارفين ان البط بيكب مية كتير.
طبعا زي ما شفتوا كده يا حبايبي، البط حسب ما تعوديه بيتعود ان هو يدخل معاكي المكان اللي هو بيبيت فيه، فبيخش معاكي بكل سهولة. اول يوم ما بيكونش لسه تعود، بعد يومين ثلاثة بيكون اتعود على مكانه وبيخش معاكي كده بسهولة جدا. بيدخل معاكي في المكان اللي هو عارفه وبيبيت فيه، والصبح طبعا بفتح عليه وبيروح على نفس المكان اللي هو بيقضي فيه النهار بتاعه. جيت لكم هنا بقى حبيت اوريكم المنظر من فوق السطح، وطبعا كل المناظر ديت في وش البيت بتاعنا، في وش الفتحة اللي احنا فتحناها جديد للبيت. فزي ما انتم شايفين المنظر اهو، وعملت لكم كده زوم وقربت لكم من المنظر الطبيعة اهو. منظر جميل جدا جدا، وحبيت ان انا اختم معاكم الفيديو بيه. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم كده وحبيتوه، وتدعموني كده وتشيروا الفيديو كده لاصحابكم وتدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم. وكده بيكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو لحد هنا، يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت اللي باللون الاحمر، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.